دي حكمة وزنها كان 130 وصل ل 95 كيلو في 12 اسبوع، وبالرغم من انها كانت ملتزمه جدا وماشيه على دايت، وبس وزنها زاد من 95 ل 100 كيلو في خلال 10 ايام. واقتنعت هنا بقى ان خلاص تعيش ووزنها زايد وتفضل طول عمرها وزنها كبير وانها مش هتخس. بس بعدها دخلنا انا وهي مكالمه مع بعض، واكتشفت ان كانت حكمة مشغوله في التحضير بتاع فرح اخوها. وغير بقى ان كانت زياده وزنها دي المفاجاه، لا ده كمان كانت بتعاني من 3 اعراض تانية. اول حاجه كان عندها نقص في الروتين والحديد بشكل عالي، وده بيقلل لها الاكسجين ساتوريشن وتشبع الاكسجين في جسمها، فبالتالي الحرق بيقل جدا. تاني عرض كان موجود عندها ضعف في العضلات شديد. الحاجه الثالثه بقى لقيت عندها تعب وخمول شديد، والذاكره بقت تعبانه بشكل ملحوظ جدا، وده بسبب ان كانت مقاومه الانسولين كانت عاليه عندها في الاول. وهنا ابتدينا نغير في برنامج التمرين، ابتدينا نعمل لها برنامج مقاومه مخصوص ماشي معاها ومع حالتها، وابتدينا نضيف مكملات من الاعشاب مع نظام التغذيه بتاعها عشان يظبط لها الفيروتين والحديد. وبشكل عام ابتدينا نظبط اللايف ستايل، طريقه اكلها، انها ما تسهرش بالليل، ومنعنا السهر خالص بالليل. وهنا في خلال 3 اسابيع نزلت من 130 ل 86 كيلو. وهنا انا اتاكدت ان الضغط الكبير عليها قبل فرح اخوها ده اللي خلاها دخلت في ضغط عصبي، انه هو ده اللي سبب لها المشاكل دي كلها. واذا كنت انت كمان بتعاني من نفس المشاكل في وزنك وعايز تخس وتعبان وحاسس بخمول وتعب ومش عارف تعمل ايه، اكتب لي في الكومنتات تحت كلمه استشاره عشان ابعت لك طريقه التواصل وازاي نقدر نتواصل مع بعض، وتعمل معايا فيديو كول عشان وزنك يقل واحل لك مشكلتك.